أكد أحمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن المجلس سينفذ إرادة الجمعية العمومية سواء في حال تجديد الثقة أو سحبها بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه يعمل في مهنة المحاماة وأن عمله داخل قلعة الدراويش تطوعي، وسيتم تنفيذ رغبة أعضاء النادي سواء باستكمال المهمة أو إنهاء فترة عمل المجلس الحالي. وقال فهيم: هناك مجموعة ترغب في سحب الثقة ولها كامل الاحترام، وأيضا هناك من يريد بقاء المجلس ونحترم كلا الطرفين. وبالنسبة لحالة الغضب الجماهيري ضد المجلس، فهناك جزء من الشارع الإسماعيلاوي لم يعجبه أداء المجالس السابقة في ظل تراجع النتائج خلال 20 عام الماضية. وأضاف فهيم: تواجد النادي الإسماعيلي في مراكز الهبوط بالطبع يغضب الجمهور، وحتى أعضاء المجلس يكونون في قمة غضبهم أيضا، وكنا نعلم بعض المشكلات، لكن حدثت أمور غير متوقعة، منها توقيع عقوبة تأديبية ضد النادي الإسماعيلي بسبب عدم الالتزام بالعقود، وهي أهم نقطة في الأزمة الأخيرة. وأكمل: الأزمة الحالية كانت بسبب فراس شواط الذي كان أحد هداف الإسماعيلي ثم رحل عن النادي، وأقول إنه هرب ولم يكن لأحد دور في هروبه، بدلا من الاستثمار فيه والاستفادة منه ماليا. ساهمنا في المجلس الحالي بإدخال الأموال ولا أعرف كيف رحل مجانا، وتم الحكم لصالحه ب1,000,000 دولار، وتم تحميل المجلس الحالي المسؤولية رغم أنه رحل في وقت سابق، وبسبب رحيله واجهنا العديد من الأزمات. وزاد فهيم: عقوبة المنع من القيد حرمت الإسماعيلي من ضم محمد مسعد لاعب مودرن سبورت، وسيحة حارس مرمى الأهلي الحالي، ولاعبين آخرين سبق أن وقعوا للنادي الإسماعيلي.